السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. للي ما يعرفنيش واول مرة يشوفني، انا رينا ايهاب ميك اب ارتست. النهاردة هنعمل مع بعض اللوك ده، فلو مهتمين تشوفوا خطوات اللوك كملوا الفيديو للاخر. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا. هبتدي باللينسز اللي انا لابساها، وهي من تيشيو درجة رومانتك بلو زي ما انتوا شايفينها كده في الكاميرا. بعد كده هبتدي بتمشيط الحواجب بتاعتي. انا كل مره ببدا الفيديوز بتاعتي وانا عامله حواجبي وببتدي في اللوك ميك اب، لكن المره دي همشي معاكم الحواجب بتاعتي انا بعملها ازاي خطوه بخطوه كده. بتاعي من روز، وهختار الدرجه الغامقه وهرسم فيها في الفراغات هنا كده. محتاجين بقى ننضف المنظر البشع اللي احنا شايفينه في الحواجب ده، فهجيب الكونسيلر بتاعي من مايت سينما درجة 101. درجة 101. وبكده نكون ظبطنا الحاجب الأول. تعالوا بقى هعمل الحاجب التاني بس اوت اوف كاميرا. هبتدي ادمج الحواجب بالبيوتي بلندر الصغيرة دي، اختار منها اللون الفوشيا ده، فوشيا، ويبقى بيجمنت خطير. اختار اللون الفوشيا ده، تركز كده جامد. بريتي وومن التانية هختار منها اللون الشمري الخفيف ده، هبتدي احطه هنا كده. مرحلة الايلاينر، والايلاينر بتاعي من كاتريس. يلا بينا، ركزوا بقى معايا في الخطوة دي لان الايلاينر هو الموضوع كله اصلا. وهنكمل العين التانية بس هتبقى اوت اوف كاميرا. بعد كده هرسم مدمع العين علشان اوسع العين. نيجي لمرحلة لزق الرموش. انا الرموش بتاعتي من ماجيك بلانت، هستخدمها بقى. وهجيب الكحل البيج ده من ماك. بعد كده هجيب البرايمر فاونديشن ده من بريتي وومن. عايزه اقول لكم بقى البرايمر ده بجد حرير، حرير بجد. هجيب الفاونديشن ده الليكويد من مايت سينما. انا بصراحه بفضل الفاونديشنات اللي هي الليكويد، بحسها كده يعني بتبقى جلوي كده على البشره، فمش هستخدم برضو كتير. وهستخدم الكونسيلر بتاع مايت سينما 101 برضو. وكده نكون نحتنا الوش بحيث ان كله يبقى مرفوع لفوق. وبجيب عجلة كيريولان وبستخدم اللون البني علشان ككونتورينج كده، يعني على خفيف مش هكتر. وهستخدم الروج على روز كده اعمله كتنت. يجبني اوي اللي على روز ده بصراحة. يلا ندمج. عملت العين الاولانية اوت اوف كاميرا، هعمل معاكم العين التانية. اجيب البالت بتاعتي تاني علشان اعمل بقى منها تحت العين، واختار اللون اللي هو يعني بلاش الفوشيا قوي ده، ممكن اخد الفوشيا وعليه موف شوية. هاجي لأهم خطوة بقى أنا بحبها، وهي مرحلة اللوز باودر. هستخدم لوز باودر من دارس.
هستخدم البلاش بتاعي من ديبورا، هستخدم الهايلايتر بتاعي من كاتريس. وبقى ايه بالراحة، علشان انا يعني بجد انا بتعامل برفق مع البتاع ده. بتعامل برفق مش عشان حاجة، علشان انا يعني بتصعب عليا كل كده، يعني حاجة بتطير منه كده، لانه عزيز على قلبي بصراحة. بحبه، يعني شايفين اللمعة عاملة ازاي، حاجة ما تتفرطش فيها بصراحة. هستخدم درجة الروج دي من ميس فاشون ليكويد طبعا، هي على اورنج شوية، بس انا حبيت اني اكسر الالوان شويه، ما اعملش على بينك برضو، ممكن نجرب يعني على حسب المود بصراحه. على ما اتذكر ان انا قلت لكم من شويه ان انا حبيت ان انا اعمله على اورنج، وبصراحه شكله حلو، بس حبيت ان انا اكسره ببينك شويه، قلت اللوك على بينك.